السلام عليكم. اليوم غنفسر لكم قانون 104 كيفاش تيسمح لك انك دوز عطله مدفوعه الاجر، يعني خالص فيها باش تقابل افراد العائله ديالك. وشكون هما الناس اللي ممكن تستافد من هذا القانون؟ اول حاجه اشنا هي لاجي تشنتو كواترو. القانون 104 هو واحد القانون اللي تيحمي الناس اللي هما عندهم اعاقه غرافي ولا العائلات ديالهم، يعني الناس اللي تيتكلفوا بهم. طريقه الحصول على لاجي تشنتو كواترو فهي سهله. تتمشي عند الميديكو دي فاميليا ديالك اللي تيعمر واحد الاستماره، ومن بعد بهذيك الورقه تتمشي لعند الباتروناتو، تدير الدوماندا في السيتو ديال ليمبس، ومن بعد تتسنى لابونتامينتو باش دوز قدام واحد الكوميسيون، واحد اللجنه طبيه اللي تتشوف واش من حقك ولا لا هاد السيرتيفيكاتو. ولا كان من حقك راه من بعد تستافد منه بكل سهوله. شكون اللي ممكن يستافد من هذا القانون؟ فهذا القانون ممكن يستافد منه الانسان اللي هو عنده تشنتو كواترو لراسو، يعني خدام مثلا وعنده انفاليديتا، ممكن يستافد من 3 ايام ديال برميسي خالصين ماشي فيريا في الشهر. او لا يبارينتي ديولو، يعني عندك مثلا شي حد في الاقارب ديولك اللي هو مريض، فممكن نتايا تستافد من تشنتو كواترو باش ديه يدوز ولا ديه لشي بلاصه مثلا. كان المهم انك تكون معاه، ممكن ديه تا عطله لشي بلاصه، المهم الا جا شي كونترول خصك تكون معاه. فالاقارب تنعني بها مثلا الجينيتوري، البو مثلا على ولده ولا الام، كذلك ينوني الجد على الحفيد ديالو والعكس، يعني الحفيد على الجد ديالو، يعني بارينتي فينال سيكوندو غرادو. التحذير الوحيد اللي كاين هو ان الانسان الا كان مريض عنده تشينتو كواترو ومشى ريكوفراتو في السبيطار، يعني ناعس في السبيطار، ففي هذه الحاله ما يمكنلكش تستافد من تشينتو كواترو. قلنا بان عندك حق في 3 ايام في الشهر تستافد منها كما بغيتي، يعني ممكن في بدايه الشهر فخروا متابعين ما متابعينش. الانسان اللي هو باغي ياخذ على راسو، يعني هو اللي سيرتيفيكاتو تشينتو كواترو، ففي هذه الحاله ممكن يقسمها ل 3 ايام او لا 2 سوايع في النهار. الفرق بينه وبين اللي هو تيستافد منها على ود شي انسان اخر اللي هو باغي الفيليو ديالو ولا نونو هكا اللي باغي يعاونو، ف3 ايام تتبقى هي 3 ايام. بالنسبه للسوايع لا، تتولي 18 ساعه بالنسبه للانسان اللي هو باغي يكوري شي انسان اخر اللي هو بارينتي ديالو، فيليو ولا نيبوتي ولا نونو كما قلنا، ولا سوريلا ولا فراتيلو. ففي هذه الحاله من حقك في 18 ساعه الا كان عندك فول تايم. هاد 18 ساعه بروبورسيونال للتيمبو، يعني الا كان مثلا عندك قل من تخدم مع بار تايم، فاليمبس تقادد لك السوايع على حساب داك البار تايم اللي تخدم، وتتقول لك شحال من حقك من ساعه. هاد السوايع ممكن تستافد من اليوم من ساعه، غدا 4 سوايع، تتقسمها كما بغيتي. والمهم انك تعلم الداتور ديال لابورو وتكون داكوردو معاه. في حاله ما الباترون ديالك ولا الداتور ديال لابورو ما بغاكش انك تستافد من تشنتو كواترو، فمن حقك انك تلجا لطرق قانونيه باش تفرض عليه، لان هذا القانون الدوله اللي تتخول لك انك تستافد منه، والباترون ما خصوش يتدخل في هذا الشيء، ما من حقوش انه يمنعك من هذا القانون. ممكن تسافر لشي بلاصه تو الفيليو ديالك مثلا ديزابيلي ولا هذا، ولا خصك تقابلو غير باش دوز فيزيتي؟ لا، ممكن تشوف تا فيريا، ممكن تشوف فين ما بغيتو، المهم انك تكون معاه في حاله كونترولي. وما تيكونتروليو غير واش نتايا مع داك الانسان اللي هو واخد عليه تشانتو كواترو صافي. لا انت غادي للمغرب وولدك ولا مراتك هنايا هي اللي عندها تشانتو كواترو، فما من حقكش انك تاخذ تشانتو كواترو وتمشي للمغرب. هذا عمثال. فإلا لقوك ممكن يعني يمشيو معاك لدنونشا بينالي وغيرها، يعني تتولي في صداع كتير. هاد اللاجئ تتخولك حقوق اخرى، يعني من بينها بزاف الاستفادات ماديه اللي ممكن تطرقوا لها في حلقات اخرين الا كتبتوا لي في الكومينتي. وهذا الموضوع كان يعني تيهمكم بزاف، كتبوا لي في الكومينتي ان شاء الله، وغنفسر لكم بزاف القوانين والحقوق اللي هي تتعلق باللاجئ تشنتو كواترو. فما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي هي غافله على هذا القانون اللي ممكن يفيدها، وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.